السلام عليكم. انا عبد الرحمن رجب، وده رابع فيديو من سلسله فيديوهات ستيمر without ستيم. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاكسترا things you will do، ان الحاجات الاضافيه اللي هتعملها جنب المذاكره وكده، واتكلمنا عن ان الستيمرز بيوفقوا ما بين الدراسه وما بين الحياه الخارجيه، سواء كومبيتيشنز او بروجرامز او ايفنتس او اي حاجه تانية، سوشياليزيشن او اي حاجه زي كده. ازاي توفق ما بين الاتنين؟ اولا لازم تكونسيدر ان انت عشان تبقى مميز في الناحيه دي، فانت لازم تبقى حاطط اصلا خطه للموضوع ده. يعني مش بس خطه مذاكره، لا، ده انت لازم تنكلود، يعني خطه المذاكره دي تنكلود الحاجه الاضافيه اللي انت هتعملها عموما. والحاجه الاضافيه دي سواء مسابقه او حاجه، لازم يعني تبقى انت محضر لها من الاول وجاهز بيها. يعني ما تجيش مثلا في وقت المسابقه، اللي هو المسابقه فاضل عليها يومين، وتقول خلاص انا هخش زي ما تيجي مثلا، او ان انت خلاص المسابقه فاضل عليها يومين فانا مش هخش. انت لا، ماشي، خش، مفيش مشكله، دي حاجه كويسه، بس الاحسن ان انت تكون محضر المسابقه من قبلها، وعارف ان انت هتخشها من قبلها، عشان الدنيا معاك ما تتكعبلش. وفي نفس الوقت تحاول تشيل شويه من وقتك الوقت للموضوع ده، وما تقوليش مفيش وقت، لان اليوم 24 ساعه، ويعني واكيد في وقت. انت نوم 8 ساعات مثلا، الدروس اللي تحضرها كده اكيد هيبقى في ساعه في اليوم او ساعتين في الاخر تحضر فيهم للشغل، ولو تحضير بسيط. وايام المسابقه نفسها او ايام الحاجات نفسها اللي هتحضرها، يبقى ده اليوم ده يوم خاص ومعروف ان هو للمود نفسه او للحاجه نفسها. فحوار الخطه، ان انت تحط خطه للحاجات الاضافيه جنب المذاكره، دي جامد جدا، واغلب الناس بتعمله اصلا. حتى لو الخطه دي مثلا كان هيبقى فيها تقديم للمنح، مثلا ان انا مثلا حاليا انا في ثالثه ستيم دلوقتي، ثالثه ثانوي، فانا دلوقتي بقدم على منح كذا ومنح كذا ومنح كذا مثلا، فانا بالتالي عاوز ان انا اجهز الخطه دي. فكون ان انا اسيبها سبهلله سبهلله كده، ان انا ما اقدمش الخطه، او ان انا ما احطش خطه ان انا هعمل ايه في المنحه دي، وهقدمها ازاي، وهقدم امتى، وهاخد امتى، واعمل امتى، يبقى انا كده مش هلحقها، والاقي ان انا براكمها كل شويه بتتراكم معايا. نفس فكره المذاكره بالظبط، ان انت دايما بتراكم. الفكره ان انت بقى، انت حط، انت بالنسبه لك هما 5 مواد او 6 مواد في ثانويه عامه، مش عارف كام بالظبط، بتحط عليهم دول فيبقوا كلهم 7 او 8 مواد، او 8 زي الماده، يعني الحاجه الاضافيه دي زي الماده، يبقى 7 8 مواد كلهم. انت كده تبدا تنظم وقتك على الشغل ده. ومش بس مسابقه او ايفنت او حاجه، احنا ممكن نتكلم في علوم شرعيه مثلا، لو تدرس علم شرعي، او لو حفظ قران مثلا انت هتروح لدار، او لو هتحفظه مع نفسك او كده. ده كله هيعتبر زي مواد بتضاف عليك جنب المواد اللي عليك. لما انت هتكونسيدرت في الخطه بتاعتك، الموضوع هيبقى احسن بكتير، وهتلاقي نفسك بتنجز، لان انت مش مراكمها ومديها حقها زي ما بيقولوا، او مديها اعتبارها. بس كده. السلام عليكم.